السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع الحمام المفتل. الحمام المفتل هو بقاله فترة مطلب شعبي. كل الشباب اللي بتتابعنا والناس اللي بنشوفها على الجروبات مطلوب حمام مفتل. طيب دلوقتي أنا نصيحتك إيه يا أبو هاجر؟ لو عايز تبدأ في الحمام المفتل بلاش تطلع ليفل الوحش اللي هو الحمام المفتل بقى الاكتاف المستويات القويه والحاجات دي كلها، او الفول كلر الاسود والاحمر والاصفر اللي هو لون الساده، يعني المستويات القويه. لا، ابدا الاول ربي مثلا ابيض، ربي تايجر، ربي الوان مختلفه يعني. تمام، ومش شرط يكون كوامل. ليه؟ انا عاوزك بس تخوض التجربه في فرخ الحمام المفتل. ليه؟ لان الحمام المفتل شغله عزيز. يعني ايه شغله عزيز يا ابو هاجر؟ يعني مش زي ما انت متخيل، يعني لا، ممكن يقعد يبيض معاك مثلا مره كل شهرين، هو كده. تمام. وفي مشكله تانية في الحمام المفتل، ايه هو؟ ان هو بيروق بيض. تمام. فاحنا برضو ناخد بالنا من دي. فبمعنى صح، هو محتاج غاوي يكون عنده صبر. تمام. جايبه لمزاجه، حابب يشوف شكل الحمام المفتل قدامه. وان شاء الله تفرخ منه ويطلع لك منه زغاليل، تبقى الدنيا كويسه. طيب، احنا جبنا حمام مفتل دلوقتي وربنا من علينا وفرخنا منه. تمام. وبقى عندي اكتر من فرخ، عاوز بقى اطور من نفسي، خش بقى في الاكتاف. تمام كده، وربنا يوفقك ان شاء الله. وده كان فيديو الحمام المفتل. شكرا جدا.